قرين قرر ينتقم لشاب من كل اللي يزعله، ولكن مع الوقت أصبح الموضوع مرعب جدا. أبطالي وبطلاتي هلا والله، عاملين ايه؟ تمام؟ يا رب دايما تكونوا بخير. قبل ما نبدأ أي كلام بس علشان انتوا بتنسوا تعملوا لايك. تمام؟ يلا نبدأ. صاحب القصة بيحكي وبيقول: أنا عمر وعمري 17 سنة، وقصتي حصلت معايا السنة اللي فاتت، وتحديدا في ليلة من الليالي كنت بلعب أنا وصحابي كورة. كنت عامل أنا وصحابي حجز بنلعب فيه شباب تانيين. المهم لما كانت الكورة معايا أنا، واحد من الشباب اللي قدامنا دخل في رجلي حتة دخلة حرفيا من قوتها كان هيكسر رجلي 2. فمن الوجع فضلت اصرخ على الارض، والرخم كمان ان الواد بيقسم ان هو ما لمسنيش. فاتضايقت جدا وقمت علشان اتخانق معاه، ولكن لانه كان ضخم عني وانا كمان مش قادر اقف بسبب رجلي، بصراحه ما عرفتش اخد معاه لا حق ولا باطل. والمهم يوميها اللعب باظ واصحابي خدوني ووصلوني للبيت، والواد ساعتها كان واقف مع اصحابه وعمال يبص لي ويضحك عليا، وانا كنت باصص له بغل ولكني مش قادر اعمل له حاجه. ومن بعد ما روحت البيت وانا فضلت افكر في اللي حصل، وكنت عمال زعلان وعمال اقول لنفسي ان الواد ده كسر نفسيتي قدام صحابه وصحابي. ولاني شخص عاطفي شويه نمت وانا دموعي على خدي، وحلمت وقتها وانا نايم حلم غريب. شفت الشاب اللي عمل فيا كده قاعد على الارض في مكان ضلمه وعمال يصرخ، وكان ماسك رجليه وعمال يبكي بحرقه وبوجع. وقتها صحيت من النوم على رنة موبايلي، كان واحد زميلي بيرن عليا من العيال اللي كانوا معايا في اللعب بتاع امبارح. فتحت التليفون ورديت عليه. صاحبي اول كلمه قالها لي: ليه كده يا عمر؟ حرام عليك. فقلت له: مالك يا ابني، في ايه؟ انا عملت لك حاجه علشان يبقى حرام عليا؟ قال لي: لا ما عملتليش، بس عملت لغيري. فقلت له: في ايه يا عم، ما تخلص وتحكي. قال لي: كسرت رجل هشام. ليه؟ هشام ده اللي كان كسرني امبارح في اللعب. فقلت له: هو هشام رجليه كسرت؟ قال لي: ايوه. قلت له: ازاي يعني؟ ايه اللي حصل؟ قال لي: انت هتستعبط، ما اكيد انت اللي عملت كده علشان تنتقم. فاقسمت له بالله ان ده ما حصلش، وقلت له: يا ابني مش انتوا اللي موصليني امبارح لحد البيت لاني ما كنتش قادر اقف؟ قال لي: ايوه. طيب ازاي؟ قلت له: يا عم والله العظيم ما انا. وبعدين هي رجليه كسرت ازاي اصلا؟ قال لي: وهو مروح بالليل شخص طلع عليه لابس اسود وماسك شومه وفضل نازل على رجليه ضرب. قلت له: طيب يعني اكيد مش انا. قال لي: لا، هو بيقسم انه شافك وانت بتضربه، ولكن شكلك كان مرعب جدا لدرجه ان هشام فكر ان انت هتقتله. بيقول ان عينك كانت سودة تماما وشكلها مرعب، وكنت بتكلمه بطبقة صوت غليظة ومرعبة، وكنت بتقول له: ده جزائك علشان كسرت رجل صاحبي. فسمعت الكلام واستغربت جدا، ولكن ما كانش قدامي غير ان اقسم له ان ده ما حصلش. الشاب اللي اسمه هشام من وقتها بقى لما يشوفني ماشي في حتة بيمشي من حتة تانية من الخوف. والموقف ده عدى ولكني ما كنتش قادر انساه لحد ما حصل الموقف التاني. انا امي متوفية من سنين طويلة، فقاعد مع والدي وزوجته. خلينا بالبلدي كده اقول لك مرات ابويا. المهم مرات ابويا دي قدام ابويا بتعاملني حلو جدا، تشوفها كأنها ملاك طاهر. ولكن أول ما أبويا بيمشي بتقلب أبو لهب، بتقعد تزعق وتشتم وتتهمني كمان إني بسرق حاجات من البيت. وبالرغم من إني ما بقتش صغير ولكني ما كنتش بقدر أبدا أرد عليها لأني واخد على كده من صغري. ولكن المرة دي مش عارف ليه الموضوع وجع نفسيتي قوي، يمكن علشان كبرت او يمكن علشان لما بحكي لوالدي ما بيصدقنيش لانها طبعا قدامه شايلاني من على الارض شيل. مش عارف، ولكني برضو دخلت الاوضه وقفلت على نفسي الباب وفضلت اعيط واعيط من هنا وعيني تروح في النوم. والغريب ان برضو حلمت بمرات ابويا، كانت واقفه بتنشر وعماله تتكلم في التليفون وتضحك، ولكنها فجاه بتبص وراها وتبرق، وبيبان على وشها انها مرعوبة جدا. وفجأة بشوف حد في الحلم بيمسكها من رجليها وبيرميها من البلكونة اللي في الدور السابع. والناس اتلمت عليها وكانوا عمالين يصوتوا. وفجأة لقيت نفسي شايفني في قلب الحلم، كنت واقف في البلكونة وانا اللي عملت فيها كده. او كان كائن شبهي بالملي، كان مبتسم ولابس اسود في اسود، ووصفه زي ما قال هشام، عينه كانت سودة تماما ووشه
كان شاحب، ولقيته فجأة اتكلم بصوت بشع وقال ايه رأيك؟ وفضل يضحك ضحكة مرعبة. وقتها صوت الصويت كان عالي جدا، فبصيت من البلكونة ما لقيتش حد، لا مرات ابويا اللي كانت مرمية ولا الناس اللي كانوا ملمومين حواليها. فرجعت تاني وبصيت للكائن اللي شبهي ده، لقيته بيقول لي اصحى يا عمر، الصوت مش هنا، الصوت في الواقع. اول ما قال لي كده قمت مفزوع من النوم، وكنت مرعوب للي حلمت بيه ده الاقيه واقع والاقي فعلا مرات ابويا ميتة. ولكني قمت ما سمعتش اي صوت، لا صوت صويت ولا غيره. فخدت بعض وطلعت، لقيت مرات ابويا بتقول لي اوعى يالا من سكتي. فبصت لها بقرف وقررت ان اخد بعضي وانزل لاصحابي. وبالفعل لبست ونزلت، ويا دوبك عديت من تحت بلكونة بيتنا وجات عليا نقط ميه. ببص لفوق على شقتنا لقيت مرات ابويا واقفه بتنشر، وفجاه لقيتها بتبص وراها وثابته مكانها، ومره واحده اترمت قدامي من الدور السابع. ففضلت اصرخ لما شفتها قدامي بتطلع في الروح، وفضلت اقول للناس انا السبب انا السبب. لما جت الشرطه كنت لسه في حاله الصدمه دي وعمال اقول انا السبب. فالشرطة خدوني كإجراء احترازي علشان يشوفوا أنا بقول كده ليه. ولكن وقتها أهل الشارع كلهم جم ورايا على الاسم وقالوا للظابط يا باشا ده مصدوم لأنها كانت زي أمه، وهتلاقي كان حصل ما بينهم زعل ولا حاجة يعني. ولكن عمر كان تحت في الشارع قدامنا لما هي وقعت من فوق، يعني هو مش محل اتهام أصلا. وبالفعل والدي جه وخدني من الاسم مع الناس جيراني. لما روحنا على البيت والدي سألني وقال لي ليه كنت بتقول ان انت السبب؟ فحكيت له على كل حاجة، حكيت له على اللي حصل مع هشام، وحكيت له على اللي كانت بتعمله مرات ابويا فيا وهو مصدقنيش، وحكيت له على الحلم اللي شفته ليها. وبعدها الحلم اتحقق. فوالدي استغرب جدا ولكنه قال لي هنبقى نشوف الكلام ده بعدين، خلينا بس دلوقتي نخلص العزا ونبقى نشوف شيخ. واحنا في اخر يوم عزا حصل موقف تالت، ولكن المرة دي مع ابويا. في العزا في اليوم الثالث كنت معدي من قدام والدي، وقتها ما خدتش بالي ودوست على رجليه جامد. بصراحة كنت لابس جزمة كبيرة وبتوجع، فوالدي من الوجع زقني من عليه فوقعت على الارض. وقتها قمت بصيت على الناس وبصيت لابويا وانا مكسوف وزعلان جدا. وفي ساعتها والدي قال لي معلش والله يا عمر انا ما قصدتش، وخدني في حضنه وفضل يطبطب عليا. فقلت له مفيش حاجه يا بابا، وخدت بعض من الاحراج وطلعت على الشقه. ولما فكرت في الموضوع وفي شكلي قدام الناس وفي اصحابي اللي جايين يعزوا فضلت اعيط، وبشكل غريب لقيت نفسي هروح في النوم. والكلام ده اتكرر في المرتين اللي فاتوا، اول ما حد بيزعلني وعيط بنام واقوم على شيء مرعب. فمسكت نفسي وما نمتش ونزلت جري من الشقه ورحت لوالدي وقلت له وديني دلوقتي الشيخ. قال لي يا ابني طيب والعزا؟ قلت له ده علشانك انت والله يا والدي. ففهم ان هو كمان هيتأذي، فخدني ورحنا بالفعل على شيخ اسمه الشيخ عبد الرحمن. الشيخ ده معروف ان هو بيعالج لله بالقرآن بدون اي مقابل. رحنا له وبدأت احكي له، قام بسرعة من مكانه وبدأ يكتفني. فوالدي قال له انت بتعمل ايه؟ قال له ما تخافش لازم يتكتف لان قرينه مؤذي. ربطني في الكرسي وفضل يقرأ عليا قرآن، وبعد جلسة القرآن دي حسيت نفسي اهدى. فعرفني الشيخ ان لازم كل فترة اروح له ويقرأ عليا قرآن. فسألته ليه؟ فقال لي علشان اضعف لك القرين واخليه يعمل شغله بس وهو الوسوسة، انما كده كان هيقضي على كل اللي حواليك وفي الاخر عليك انت شخصيا. وبالفعل كل فترة بروح للشيخ عبد الرحمن بيقرأ عليا قرآن وبحس نفسي احسن بكتير. والحمد لله ان والدي ما اتأذاش. ودي كانت اخر جملة في الرسالة. يعني لحد هنا بتنتهي القصة وبينتهي معاها فيديو النهاردة. لو عجبتك ما تنساش اللايك والاشتراك. كان معاكم عبد العزيز او ملك الليل وبس كده.